متحف في العالم بيرفض استقبال الزوار. كنت واقفة هناك قدام بوابة المتحف المصري الكبير، والزحمة حوالينا ما تتوصفش، عاملة حالة كده ما شفتهاش من سنين. المتحف دلوقتي بيستقبل آلاف الزوار يومياً، مصريين وأجانب، بس القرار الجديد واقف قدام المتحف المصري الكبير. ناس من كل بلد، لغات مختلفة بتتقال، ومصريين ماسكين الموبايلات بيصوروا كأنهم أول مرة يشوفوا الأهرامات والمتاحف، وأول مرة يشوفوا الحضارة. ساعتها بس حسيت إن مصر رجعت، مش بالكلام، لأ، بالمشهد. تخيل معايا كده، متحف مصري بيرفض يستقبل زوار، مش عشان فاضي، لأ، عشان مليان على آخره. يوم الجمعة اللي فاتت في المتحف المصري الكبير أعلن إنه وقف بيع التذاكر بعد ما عدد الزوار تجاوز الساعة التشغيلية الكاملة. وصل عدد الزوار 50,000 بس. والمفاجأة كمان إن المتحف لسه ما فتحش كل قاعاته، لسه في كنوز ما شافهاش حد. وبرغم كده الزحمة حوالين الأبواب كانت كأنها عيد كبير، الكل عايز يعيش اللحظة. المتحف اللي جوه لسه أسرار، ولسه في كنوز العالم مستنياها تشوف النور. هنكمل بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، ويلا بينا نكمل حكايتنا. جنب أهرامات الجيزة المتحف تحول في شهور قليلة جدا لأكبر نقطة جذب سياحي في الشرق الأوسط. الناس جاية مخصوص تشوف أعظم حضارة في التاريخ، خصوصا بعد عرض كل مقتنيات توت عنخ آمون لأول مرة في مكان واحد. ومش أنا اللي بتكلم، ده الأرقام اللي بتتكلم. وزارة السياحة والآثار قالت مصر استقبلت أكتر من 15 مليون سائح في 2024 بس، وأرقام 2025 بتوحي إن إحنا نتجاوز الرقم ده. القاهرة لوحدها بقت في مقدمة المدن العربية في عدد الزوار، والإسكندرية بقى رجعت تتنفس سياحة من تاني. الكورنيش مليان، متاحفها مفتوحة ومطورة، ومعاهدها عاملين حالة كده عالمية. نيجي بقى للأقصر وأسوان، مولعة سياحة، المراكب النيلية مليانة، معدلات الإشغال في الفنادق وصلت ل100%، والقلعة ومسجد محمد علي شهدوا زيادة في الزوار أكتر من 60%. في اسكندرية المتحف اليوناني الروماني اتفتح بعد تطوير ضخم، والكورنيش بقى عامل زي أي لوحة متحركة. وفي الأقصر وأسوان المراكب النيلية مش لاقية مكان فاضي، وحتى القلعة ومسجد محمد علي بقوا مشهد يومي من الزوار والفلوجرز والمصورين. رجعت الحركة ورجعت السياحة ورجعت نظرة الانبهار في عيون كل اللي بيزورونا. نيجي بقى للتعليمات الجديدة اللي المتحف المصري عملها. أول حاجة قالها إن حجز تذاكر أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية أونلاين فقط من الموقع الرسمي، وإن التذاكر محدودة جدا للمصريين والأجانب، واللي ما قدرش يدخل يقدر يزور في أي يوم تاني بنفس التذكرة اللي كانت معاه قبل كده. نيجي بقى للحجوزات المؤكدة مسبقاً، شغالة زي ما هي، ما تقلقوش. اللي حجز قبل كده يقدر يدخل بيها في أي وقت. ساعات العمل يومياً من 9 صباحاً ل9 مساء للمصريين والأجانب، وتنظيم الدخول حسب الطاقة الاستيعابية. مش مجرد قصة زحمة، دي علامة على انتعاش السياحة في مصر فعلياً، في وقت دول كتير بيصارعوا يجذبوا سياح. احنا بقى بنقول استنوا شوية، مش قادرين نستوعب أكتر من كده. وعشان ده نربطه بالحدث التاريخي، زي ما العالم وقف أكتر من قرن بيشوف موكب الموميات الملكية في ميدان التحرير، النهاردة التاريخ بيتكرر، بس المرة دي مش موكب ملوك، الموكب ملايين من البشر واقفين على أبواب المتحف المصري الكبير، عايزين يشوفوا حضارتنا بعينهم. لكن حتى من غير كل ده، الناس جت من آخر الدنيا تشوف حضارتنا وتقف قدام تمثال رمسيس كأنها بتتنفس للتاريخ. السياحة في مصر السنة دي كسرت كل التوقعات، وكله رجع يعيش حالة من النور بعد سنين من التعب. الخلاصة هنا، لما بلدك تبقى مقصد حلم لكل العالم، ولما حضارتك تملى متحف لدرجة توقف بيع التذاكر،
اعرف إن مش بس عندك تاريخ، أنت بتصنع حضارة وبتبني مستقبل. ودي كانت الحكاية مع آية، وحكايتنا المرة دي مش بس عن متحف، دي حكاية بلد بتفتح للعالم أبوابها ولسه ما كشفتش إلا أول صفحة من كتابها العظيم. سلام.